بقى انا كانت لحمه خنزير. بقى انا اقسم بعز جلاله الله وحياه بنتي ما كانت بتاكل لحمه خنزير اصلا من قبل ما انا اتجوزها. على فكره فينا طلاينه كتير ما بياكلوش لحم الخنزير عشان بيسبب امراض، وبتسبب لهم امراض. لحم الخنزير مع المدى الطويل في اكله بيسبب امراض لطلاينه. انا واحد كنت من الناس شغال مع معلم زمان ما كانش بياكل لحم الخنزير عشان كان تعبان منه. تاني حاجه للناس اللي بتسالني انتوا بتجيبوا لحوم حلال ازاي يا سويسرا؟ دي لحمه حلال. بروح عند الجزار هنا في البلد اللي انا عايش فيها، بجيب كل اللحوم والدواجن اللي انا محتاجها، ما بجيبش حاجه من السوبر ماركت. بيبقى مكتوب عليها حلال، وبيقول لك بتتذبح في مذابح حلال، الله اعلم. انا بستشهد عليها وباخدها من ثقه منه. تاني حاجه انا سامع اللي فيه كرانشي بتاع في شيبس في مصر كده وانا مش عارف كده، بيقول لك معمول بسجق الخنزير. ده الحق ولا الناس بتشتغلني؟ ما اشوف الرز ده شيء. بسم الله الرحمن الرحيم. عامل شويه رز محمير عنب، وعامل شويه كبده اسكندراني. والله النار. الرز رايق.